على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى الله على سيدنا محمد في كل آن وحين، ونسأل الله أن يجمعنا به في جناته جنات النعيم غير خزايا ولا مفتونين. هذا المكان الذي نجلس فيه الآن يعني بالقرب من جبل الرحمة. جبل الرحمة، جبل الرحمة الذي يتعرض لرحمة الله عز وجل وينشر لنا رحمات الله عز وجل. هذه الساحة التي نحن فيها الآن، الساحة هذه هي ساحة الرحمة، هي ساحة عرفات. هذه الساحة نزل بهذه الساحة نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل بهذه الساحة سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا آدم. جل الأنبياء جاءوا إلى هذه الساحة، جل الأنبياء صعدوا إلى هذا الجبل. هذا المكان من أحب الأماكن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا المكان ويصعد إلى هذا الجبل، جبل الرحمة. وهذا المكان يسمى بصعيد عرفات، صعيد عرفات. والتسمية بصعيد عرفات فيها يعني الاسم يحكي لنا دلالات، والاسم يعني فيه قصص. يعني وعندما نقول عرفات يعني جاية من كلمة اعتراف، وجاية من كلمة تعرف، وجاية من كلمة تعريف. فعرفات فيه اعتراف، يأتي الناس إلى هنا يوم الحج الأكبر. فيوم عرفة هو يوم 9 من ذي الحجة، يوم 9 من ذي الحجة هو يوم عرفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم وأهم ركن من أركان الحج. كل ركن من أركان الحج يجبر، كل ركن من أركان الحج يستطيع أنك تعمل فيه توكيل، يستطيع أنك مثلا إذا أخلت به ولا ما عملتوش تدفع لي فيه بلاصته فدية أو مال، إلا الوقوف بعرفة. والإنسان يوم 9 من ذي الحجة مطالب أنه يقف بعرفة. الوقوف بعرفة هو الوقوف في أي شبر في هذه الساحة العظيمة، هذه الساحة الكبيرة، من بداية عرفات إلى نهاية عرفات، ويشملها جبل الرحمة. يوقف الإنسان من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس يوم عرفة. من لم يقف هذا المكان غربة الشمس، جه وغربة الشمس، فلم يحصل الوقوف بعرفة. ومن اللي يلحق على 5 دقائق قبل غروب الشمس وجه وقف هنا فقد أدرك الحج. من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج. والوقوف بعرفة هو قلنا الركن الأعظم، الركن الأعظم. ويوم عرفة هو يسمى يوم المباهات، يوم التجليات، يوم الرحمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يتجلى على أهل المشهد، على أهل عرفات، لا يتجلى عليهم الله. ما معنى يتجلى عليهم الله؟ يظهر رحمته، تنزل رحماته، تنزل كراماته، تنزل هباته، تنزل عطاياه، تنزل مغفرته. يعطي الله عز وجل ويكرم الناس الموجودين هؤلاء. إن الله لا يتجلى على أهل المشهد، على أهل عرفات، فيقول: يا ملائكتي. يكلم الله عز وجل ملائكته، لأن هذه الأرض عدد الملائكة يوم عرفات على هذه الأرض أكثر من عدد الحجاج، أكثر من عدد الحصى. هذه الأرض قيل في بعض المآثر أن هذه الأرض يوم عرفة تمتد. يعني أنت تعمل حساب عادي، هذه الأرض يعني لا تسع مليون أو مليونات. يوم عرفة هذا المكان يتسع لي 5 أو 6 ملايين. يعني تقول عجيب، ينصبوا الخيمة تقول يقعدوا فيها 50، تجد الخيمة فيها 200 حاج. يعني وذاك اليوم تأتي الوفود، الناس في الليل، ليلة عرفات الناس يبيتون بميناء، ثم يصلون الفجر وتراهم يعني من كل فج عميق. وأذن في الناس، قال الله عز وجل لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الناس تأتي من كل فج عميق، من إفريقيا، من أوروبا، من آسيا، من أستراليا، من أمريكا، من كل فج عميق يأتون. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لو ينطق لنا هذا المكان، لو تنطق لنا هذه الحجارة، لو ينطق لنا هذا الحجر، لحدثونا عن آيات، لحدثونا عن أعاجيب، لحدثونا عن معجزات، لحدثونا عن كرامات، لحدثونا عن مشاهدات وتجليات. يوم عرفة يا ناس حتى يعرف الإنسان عظم هذا المكان، قداسة هذا المكان، كرامة هذا المكان. هذا المكان ليس مكان عادي، ليس مكان كبقية الأماكن. هذا المكان كل عام يشهد تجليات رحمة الرحمن، تجليات العظيم الملك المنان. يتجلى الله عز وجل على أهل عرفات، فالفقير يأتي الإنسان إلى هنا فقير فيتعرض إلى تجليات الله فيعود إلى بلده غني. يتجلى الله على المريض فيعود معافى، يتجلى الله على البعيد فيعود قريب، يتجلى الله على العصاة فيعودون إلى بلدانهم ولات، يتجلى الله على الناس فيغير أحوالهم إلى أحوال وأشكال، يقرب البعيد ويغني الفقير ويعطي المعدوم ويشفي المكلوم ويداوي جرح الحزين ويبشر الله. كم من إنسان أتى إلى هنا وهو مختوم عليه أنه من أهل النار، فيتعرض إلى تجليات الرحمة فيكتب اسمه في ذلك اليوم فيصبح من أهل الجنان، ويبشر ويعود من هذا المكان وهو من أهل الجنة. كم من إنسان جاء إلى هنا بجبال مثل هذه الجبال التي نراها، مثاقيل جبال، أوزار وسيئات ومعاصي، فيترك كل هذه المثاقيل فيبدل الله سيئاته حسنات، ويبدل الله تلك الجبال يطرحها عنه ويبدله بها جبال مغفرة، جبال حسنات. كم من إنسان مطرود فيأتي إلى هنا ويتعرض إلى رحمة الله فيصبح مقبول، فيصبح ينال الكرامة وينال البشارة ويعجل الله له بالقبول ويدخله الجنة مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا بماذا؟ كل هذا بماذا؟ ناس أتت إلى هنا إلى عرفات. وما أدراك ما عرفات؟ عرفات أيها الكرام، أولا الناس تأتي تعترف بذنوبها، فهذا أول الاعتراف. في عرفات يكون الاعتراف. الناس تأتي إلى هنا من الفجر إلى المغرب وترفع يديها إلى صاحب الرحمة، وهذا سمي جبل الرحمة. تقترب الناس من جبل الرحمة وتنادي صاحب الرحمة وتنادي أرحم الراحمين وتقول: يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وتتعرض إلى الرحمة. والله عز وجل يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي. ويغص هذا المكان يوم عرفة، يغص بالعباد. لا تجد شبر فارغ، لا تجد شبر إلا به إنسان يعلن توبة، وإنسان يعلن عودة، وإنسان يبكي، وإنسان ينحب، وإنسان يشكو ذنوبا أثقلته مثل الجبال، وإنسان يشكو أوزار، وإنسان يشكو من قلب قاس مليء بالأغيار، وإنسان يقول: يا رب قربني، وإنسان يقول: يا رب تعبت من البعد، تعبت من المعاصي، وإنسان يقول: جئتك يا رب من بلد بعيد، جئتك تائب، أشهدك التوبة، أشهدك العودة، أشهدك الأوبة. فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي. ويفرح الله بهذا المشهد وبهذا العرض وبتلك التوبة وبدموع التائبين. كم سقيت هذه الأرض بدمعات التائبين، كم سقيت هذه الأرض بدمعات العائدين، كم سقيت هذه الأرض بعرق الناس، عرقهم يتصبب والشمس تدنو من رؤوسهم وهم لا يبالون الحر ولا يبالون الحرارة ولا يبالون التعب، وكل همهم أن الله يقبلهم في رحابهم، وكل همهم أن الله يرجعهم من المقبولين، وأن الله يكتبهم في ديوان أهل الجنان من هذا المكان. هذا المكان عظيم،
هذا المكان قدره جليل. من نظر إلى الأشياء بعين التعظيم استمد منها، ومن نظر إليها بعين التحقير استمد